معانا النهارده السبورة بروجيكتور الزرافة حجم الصغير. تمام. بتنفع من اول 3 سنين. في منها اللونين البينك والاصفر، اصفر زي ده وبينك زي ده. نفتح العلبة. السبورة بتيجي معاها الاكسسوارات بتاعتها. السبورة بتيجي معاها الاكسسوارات بتاعتها. تمام. طبعا بيتركب معاها الالوان بتاعتها 12 لون. تمام. 6 ودي 6. ومعاها كراسة رسم. ومعاها البورد ديت بتتلزق على السبورة نفسها عشان خاطر ايه نرسم عليها ونقدر ان احنا نمسح بالبشاورة هي برضو اللي هي جاية معاها يعني. تمام. السبورة بتتركب طبعا خامتها ممتازة جدا، يعني الخامة بتاعتها طبعا مش باينة قوي في التصوير بس هي خامة محترمة جدا ومعالجة للأطفال، يعني عشان ما تأذيهمش أو كده. في نوع بلاستيك بتأذي الأطفال، فهي بتتركب بطريقة بسيطة خالص. بنركب ال4 رجول. وتتحط كده. تمام. وبيجي الزرافة نفسها بتركب من فوق كده بالشكل ده. تمام. وبنجيب بقى طبعا ايه الوايت بورد دي بتدخل هنا، ليها مكان بتدخل فيه لو حضراتكم شايفين كده اهو، ليها المكان ده بتدخل فيه. تدخل من هنا كده، بعد كده بتدخل من هنا، او ممكن تدخل من الناحية التانية من بره كده اهو، بحيث ان هي تخش ايه في جميع الايه المجرات عشان برضو ما يتحركش والطفل بيلعب بيها يعني. وبتشتغل بحجرة، مكان للحجرة. تشتغل بحجرة بطارية عادي. المكان للبطاريات بنفك المسمار ببساطة. بمفك اللي هو الصليبة العادي جدا. تمام. كمسمار. نفتح مكان البطاريات اهو. بتاخد 3 بطاريات صغيرة بتاعت الريموت. تمام. دي اول بطارية. نتأكد ان احنا ركبنا بالطريقة الصحيحة، موجب في الموجب. ركبنا طبعا الحجرة لازم تتركب بالشكل الصحيح. تمام. ومكتوب فوق اهو هنا اون واوف. بندوس على ايه على اون. تمام. ونظبط نظبط مستوى البروجيكتور. تمام. وبيجي معاها طبعا الاسطوانات ديت مكونة من كل واحدة فيها كذا شكل اهي. تمام. ناخد كده الشكل نحطه في المكان ده. تمام. بيجي معانا شكل كده بيعمل اشكال. طبعا نطفي النور عشان يبان معانا الشكل. تمام. وفي معانا اشكال تانية. طبعا معانا الاشكال بتعمل كذا شكل طبعا في كل اسطوانة. تمام. وعندنا المكان دوت بنظبط منه بنلفه كده، نظبط منه الدقة بتاعت الصورة، يعني نلف كده بالراحة خالص من المكان ده نظبط دقة الصورة. هي طبعا مش باينة في الكاميرا بس برضو بنقول الحل عشان لو عندها تظبط دقة الصورة اكتر. دول الابطال الخارقون. تمام. في طبعا اسطوانتين تانيين عشان خاطر فيها اشكال تانية وكده.
طبعا ممكن ان الطفل يلون هنا، يحدد زي ما الشكل معمول كده ويلون على الوايت بورد دي، او ممكن يحط الكراسة او اي ورقة عامة، مش لازم الكراسة اللي جاية معاها يعني، ويبتدي ان هو برضو يحدد ويلون. تمام. وبكده نكون انتهينا من ريفيو السبورة البروجيكتور الصغيرة البيبيهات من فوق ال3 سنين. يا رب يكون عجبتكم، وان شاء الله نكون عند حسن ظنكم دايما. شكرا.